صابر احمد كوكا 12 وهو ارتكاز الاهلي لمنتخب الفراعنه. الهجوم اسامه فيصل وثنائي بيراميدز احمد عاطف الشهير بيوتا وابراهيم عادل قائد الفريق. ومن افضل نجوم المنتخب المصري اداء في هذه البطوله واكثره تاثير في الحلول الهجوميه لمنتخب الفراعنه. حكم المباراة ينهى مع ورقة اللقاء في البدايات هو الكيني السيد المصراوي. خطيرة جدا والحارس يتألق بالعروش على طريقة الزاكي، على طريقة علال، على طريقة هزاز. رسميا 3 منتخبات وصلت للأولمبياد الباريسي هي مصر والمغرب، وبين الفنانين وبين منتخب مصر في الشوط الاول النتيجه اصفار والهدف الاول قريب والكره الى ركنيه مغربيه. ركنيه للاسود عن طريق 13 بالهجوم عن طريق الاخضر العشره. يلعب الكره ابراهيم عادل الكابيتان والتسديده جول. عالمي يا مصري، عالمي عالمي عالمي، حتى له من طنجة مش ممكن. جول عالمي للمنتخب المصري 1-0. هو شحاته، هو محمد شحاته. هل هو شحاته 17 ومحمود صابر السبعه؟ عودي الصوره، اعطيني الكوره، هات الفرجه. كوره في دوره ودوره في لفه وروجيريو راسه تلف من اجل لقب في افريكا بعد لقب في الاولمبيك جيمز. 1-0. كوره لا تصد ولا ترد يا بالعروش، صعيبه على حارس ستراسبور. هذه الكوره، هذه الصده، ملا كوره ملا شوطه ملا هدف. كانت عالمية من اللاعب محمود صابر في الشباك المغربية بقيادة هيثم جراد اللي يعتبر الآن من أحسن الحكام الموجودين، وخاصة تخصص في الفار في آخر موسمين تقريبا عبر قنوات البين سبورتس. ورقة حمراء على محمود صابر، ورقة حمراء على محمود صابر صاحب هدف التقدم المصري ريو دي جانيرو. راهو الاقصاء واحنا في 1-0. خليني نتكلم. الزلزولي يمشي عبد الصمد والدفاع والكرة ترجع للمنتخب المصري. المنتخب المصري والمرتدات الان جدا يذكرني ماتش مالي اللي كان فيه الاسود ماهوش فيهم، هم كانوا مضغوطين. بعد 100 عام اولمبياد 24 كبير. مباراة ممتازة لحد الآن من الدفاع المصري على الزلزولي، والحكم الكيني يقول خطأ، يقول موت صابر في ثاني أهدافه بالبطولة، والحارس يتصدى يواصل اليد العرضية خطيرة وصعبة جدا والكرة تخرج. شوف الهدوء، شوف التغطية من رقم 4 الظهير احمد عبد الصمد. حط الكرة في الوسط. المنتخب المغربي فترة كانوا متفائلين برشا انه هذا المنتخب قادر ان يحقق ميدالية أولمبية، ولكن بما يكتنزه من اسماء ونجوم، ولكن في بعض المباريات خاصة مباراة مالي كأنه دب الشك في عشاق الأسود والجمهور الرياضي في المغرب، وصار يقول الفريق هذا معناه. الكرة تمشي طويلة، المغرب تهاجم. كرة خطيرة جدا بعد خطأ في الدفاع صعبة جدا وجول. هدف التعادل. الفريق المغربي يلقى الحل من خطأ في الدفاع المغربي. المصري يسجل الجول يا دوريانيس رضا بكراوي. جول التعادل. الأسود يعوضون، الأسود يتعادلون، وأول هدف يقبل الحارس حمزة علاء في هذه البطولة بعد تقريب أكثر من 430 دقيقة. أول كرة تدخل مرمى المنتخب المصري. هدف من الفريق الأقوى هجوميا في البطولة. الهدف 11 من الهجوم المغربي. هدف على طريقة مري كريمو، هدف على طريقة الأولمبيين هنا في استاد الرباط. ترجع الكرة للمنتخب المغربي في خطأ. فاول الأسود كالي لا تبالي، والكرة إلى الركنية مغربية على المصراوي.
41 دقيقة. برافو عيد، برافو عيد. عيد يلعب ثقة كبيرة، ما عنده حتى عقدة، ما ترجع الثانية ويمشي التسديدة عادل، والدفاع والركنية مصراوية. هم المصيد اطلع فوق الجدار بذكريات منعم، ممكن خطيرة، والحارس عمراوي خطيرة وفرصة، والهدف الثاني يضيع. اي 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 يا كورة يا سيباري، يا سيباري زلزولي سيباري، الثنائي الاخطر في المنطقة. الاسود بالعروش، زكريا، عمراوي، بوكامير، الوافي، عزوزي، عرضية والخطورة صعبة جدا، والتسديدة والدفاع من اجل الخلاص وتحقيق الكأس، والكرة في ضربة مرمى للحارس حمزة علاء. مراوغة ممتازة خطيرة جدا، يسدد كرة ويربح ركنية، ولكن على يمينه كان ممكن يخرج أحد الرفقاء. نسري الأفضل في بداية الشوط الثاني كما كان سيناريو الفترة الأولى. وائل جمعة إلى كالوتشا وجي أوكوشا. هذه أيضا استثمار في الصورة لأنه بالكرة إبراهيم عادل خطيرة، فرصة، والحارس يتصدى بالعروش. ما السهلة الكرة هذه للحراس. منتخب الصالات عالمي، عندهم على التتويج فما أداء. المنتخب المغربي بعيد كل البعد على إمكانياته الحقيقية، كانها كبرت عليه المباريات، كانوا خايف من الاخفاق. كرة ممتازة المنتخب المصري، والدفاع المغربي، والكرة ملعوبة وحده فنيا. انت الدفاع يتصدى، والكرة الثانية والدفاع، التسديدة بتاع هدف، ولولا يعود الثانية السباب. هذه التوسيعة وين الراسية، هيا بالراس، جات من الدفاع ممتاز. عبد المجيد حسام عبد المجيد، الكرة على القائم الثاني بالراس، ورجعت من الدفاع، وكرة خرجت في تنفيذ الكورنر. كوكا يرجع للحارس، حمزة شاطر، جبتوه، ملا ظهير يا باراكوتا، ملا ظهير يا هاني. نعم هذا الولد أشعر الكرة، ما يحاول يشوت كرة وتمشي ضربة مرمى، ضربة عرضية ويخرج الدفاع والحارس مع الكرة. كرة ممتازة والتسديدة ممتازة، والهدف الثاني كان قريب. التسديدة من صعب في الفينال ويغادر. وكلمة السر لعبة خطيرة جدا، الانطلاق، عرضية المنتخب المصري، وكرة البطولة إلى ركنية، أسامة فيصل. إبراهيم الكورنر، عرضية خطيرة والدفاع بامتياز، كرة الدفاع المغربي موجود، خطيرة لفيصل، وفي خط نعم موجود في دفع، ثم عمل خروج بامتياز وفي خط موجود. روح رياضية كبيرة في الفترة. كرة مغربية، يمشي بكرة خطيرة جدا، والثاني، والبطولة يا مغربي. مش المغرب تدافع، مصر تحاول، عرضية، فيصل خطيرة، التسديدة، يلا الله على كرة، الله على الثاني المصراوي. بابا من الشوطة كانت قريبة بذكريات أهداف مجدي، والهدف الثاني مش ممكن يا حمزة، حمزة علاء، حمزة بالسلسول. إذا فما عبد الصمد فما حاجة. توسيع مرة أخرى، هذه صعبة بالراس، برافو، يمشي يشوت كرة، والدفاع والركنية كانت من الوزاني. مرة آخر كرة الثانية الراسية، والدفاع المراوغة والدفاع والشوطة والثاني، والكرة قريبة وعجيبة ومريبة ومثيرة بالروح من الجرينتا، والحكم يقول خطأ للأسود. 1-1 ولا 2-1. جول مغربي بالهدف الثاني. الكل انتظر الزلزولي، ولكن جاءت القذيفة من القادمين من الخلف. المغرب تخطف البطولة في آخر رد.